انواع العملاء اللي بتضايقك في الشغل بارت 1. لما الواحد فاض بيه وزهق قلت اطلع افضفض معاكم. انتوا كده كده ناس اصلا مش غرب عني، لا ده انتوا كلنا احنا اصحاب واخوات ومع نتابع بعضينا ومع نفضفضوا لبعضينا في الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا. دي العملاء اللي بتضايقك في الشغل. في عميل، يعني انا النهارده هتكلم على عميل كويس وعميل وحش، فهبدا دايما بالوحش مش هبدا بالكويس، عشان الكويس ده احنا نحل بيه في الاخر. يعني العميل الوحش او العميل المستفز هو العميل اللي فاكر نفسه كرييتيف، فاكر نفسه عالمي عبقري، انا واحد مفيش زيي، انا عميل بفهمها هي وطايره، بفهم كل حاجه في الدنيا انتوا بس اللي ما بتفهموش. طب لما انت زعمان يا زعيم ناسك، يا زعيم شرقه وغربه، يا زعيم جبلي كلي، انت راجل فاهم كل الدنيا وفاهم الشغل وفاهم الموضوع كله، جاي للشركه عندي ليه انت اصلا؟ ما انت جاي للشركه عشان انا اصلا اطور منك واخليك تعرف تبيع منتجك او اخليك تعرف الناس تجي لك وتشتري منك الحاجه اللي انت عايزها. لما انت راجل فهمان وشايف ان انت ما حصلتش في الدنيا، ليه جاي للشركه؟ انا مش فاهم. ممكن العملاء دي احنا بنقابلها كتير في حياتنا، وتلاقي العميل دايما يعدل عليك في كل حاجه. انت ليك حق ان انت تعدل عليه، ما عنديش مشكله، بس تعديلك ما يبقاش اوفر، ما يبقاش بشكل مستفز، ما يبقاش بشكل مريب اللي انت لا ده انا التصميم ده مش عاجبني، اصل البرومو ده مش عارف اصل الصوره دي مش عارف يا عم ماشي ما عنديش مشكله، اقبل تعديلك مره 2 3 4، لا فاضلكش مخك، انا فاضلكش 4، لا خد بعضك وامشي من عندي على طول. هتقعد تعدل كل شويه، تعدل كل شويه، لا انت تديني البريف واضح وصريح وانا هشتغل لك عليه، مش شغال غير لك انت. ده 180 عميل على الانتظار عندي يا ولدي، 180 عميل على الانتظار، كل الواحد عايز شغل مني، فاضيش غير لك انت. يعني انت بس اللي هو محور الكون، انت العميل اللي انا هموت عليك مثلا. طبعا انا ما بتكلمش على العميل بعينه، بس انا بتكلم على انواع العملاء اللي بتقابل كل حد شغال في شركته او في شغله، وايا كان الشركه بتقدم او بتعمل يعني سواء كانت ميديا كانت عقارات، ايا يكن الشغل اللي انت بتشتغله. للاسف ما فيش عميل كويس. العميل التاني اللي احنا هنتكلم عليه هو العميل الكويس اللي دايما تلاقيه في الشركه، ودايما انت تحب تتعامل معاه وتحب ان انت تشتغل معاه. دايما في عملاء بنلاقيها اولاد ناس، عملاء محترمه، طريقه التفاهم، طريقه التواصل، امور الدفع بتاعتها بتكون صادقه فيها. كل العملاء دي لو انت شايف انه في عميل من العملاء دي معاك في شغلك، امسك فيه بايدك واسنانك وهو هتطفشه من عندك. العميل اللي زي ده في الوقت اللي احنا فيه ده عمره ما يتعوض، ولا عمر ان انت تلاقي زيه. فامسك دايما في العميل الكويس والعميل المحترم، لان العملاء اولاد الناس في الايام اللي احنا فيها دي قليلين ويتعدوا على الصابع. استنوني في فيديو تاني في بارت 2 في عملاء تانية مضايقانا، ولازم اصلا انا معبي كتير، والله العظيم معبي كتير وحكاوي كتير عايز احكيها معاكم واطلعها معاكم. ولو انت شايف ان انت عندك ناس من العملاء دي او ناس في العموم بتتعامل معاها بالشكل ده، فاكتب في الكومنتات واكتب الموقف اللي حصل معاك مع العملاء دي.